تخيل راجل راجع من الصيد شايل قوسه وعارف إن أبو جهل رأس الكفر وقتها اعتدى على ابن أخوه النبي صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم. بطلنا ما راحش يشتكي ولا يدور على حل دبلوماسي، ده دخل المسجد الحرام وسط سادة قريش وضرب أبو جهل بالقوس، شج راسه وقال كلمته اللي غيرت موازين القوة في مكة: أتشتمه وأنا على دينه؟ في اللحظة دي مكة كلها عرفت إن الإسلام بقاله درع وسيف ما بيخافش من الموت. بطلنا ده هو أسد الله، وفي معركة بدر كان هو البطل اللي خرج للمبارزة في الأول وقتل قادة الكفر بمنتهى السهولة، وكان لابس ريشة نعام على صدره عشان الكل يعرف مكانه ويواجهه. كان بيحارب بالسفين وكان في أرض المعركة كأنه جمل أورق بيدهس أي حد يقف قدامه. قوته كانت مرعبة، لكن قلبه كان أحن قلب على الضعفاء والمساكين. النهاية كانت في معركة أحد لما قريش عجزت إنها تواجهه وجها لوجه، فاستأجروا وحشي عشان يغتالوا بضربة رمح من بعيد وهو مشغول بالقتال. استشهد بطلنا وحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم حزن شديد جدا، ولقبه بيه سيد الشهداء. بطلنا ده علمنا إن الحق محتاج قوة تحميه، وإن الهيبة مش بالصوت العالي لكن بالمواقف اللي بتهز الجبال. والبطل ده هو حمزة بن عبد المطلب. ده جزء من تاريخنا الحقيقي. اشترك دلوقتي عشان تعرف باقي قصص الأبطال اللي غيروا العالم.